خلينا متفقين ان ساعات دي حاجات بتبقى غصب عننا ان احنا نرقم حاجات، ساعات بتبقى بجد غصب عننا. تمام، يعني احنا ما بنلومش حد، وايا كان حتى لو انت يعني مش هنلوم حد، واحنا بنعافر ولغايه اخر لحظه نعافر، ومش هنلوم نفسنا ومش هنقعد نجلد في نفسنا لان ده مش في صالحنا خلاص. تمام، فاحنا بنحاول نصلح بقى اللي جاي. طيب نعمل ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده نحل مشكله كبيره جدا، واظن في الوقت ده برضو كنت بواجه المشكله الكبيره دي، وهي الحاجات المتراكمه علينا. اول حاجه خليني اقول لكم انها في نهايه الفيديو هقول لكم انا كنت حليت المشكله دي ازاي، ولما كنت بفصل بعمل ايه، ويعني تجربتي من الاخر. اول حاجه سامحوني على الموسيقى اللي ورا دي او الاغاني اللي ورا لان محلك دي فاتح. تمام، خلينا نكمل. طيب دلوقتي في حاجتين مختلفين خالص، وليه انا مش متمكن من درس معين مش متمكن منه، وفي فرق بين انا مراكم حاجات. يعني انا ما ذاكرتهاش اصلا او انا مش متمكن من درس. خلينا نحل اول حاجه مشكلتي انا مش متمكن من درس. طب اعمل ايه لو انا مش متمكن من درس؟ احنا اهم حاجه واحنا ماشيين في السنه كده بنحاول نبقى متمكنين من كل الدروس، يعني على قد ما نقدر يعني. تمام، فانا مش متمكن من درس اعمل ايه؟ انا احدد مثلا في الاسبوع ده انا مش متمكن من درس في الكيمياء. تمام، هاخد الدرس ده في خلال الاسبوع ده كل يوم هحل عليه 5 اسئله. صدقوني 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 في خلال الاسبوع ده هتكونوا متمكنين من الدرس ده، هتكونوا متمكنين من الدرس ده. ايا كان هتحلوا منه من كتاب خارجي او ايا كان هتحلوا منه من مذكره، هتكونوا متمكنين جدا من الدرس ده. تمام، طب خلينا نيجي لمشكله ايه؟ المتراكمات، الحاجات المتراكمه علينا. خلينا متفقين ان ساعات دي حاجات بتبقى غصب عننا ان احنا نرقم حاجات، ساعات بتبقى بجد غصب عننا. تمام، يعني احنا ما بنلومش حد، وايا كان حتى لو انت يعني مش هنلوم حد، واحنا بنعافر ولغايه اخر لحظه نعافر، ومش هنلوم نفسنا ومش هنقعد نجلد في نفسنا لان ده مش في صالحنا خلاص. تمام، فاحنا بنحاول نصلح بقى اللي جاي. طيب نعمل ايه؟ ناس هنقسمكم فئات، ناس بتسهر بالليل، وناس بتصحى في الصبح بدري قوي. يعني لو مثلا 5:30 الصبح، 5:30 الصبح هنبتدي نذاكر لغاية مثلا 7. 3 ساعات اهو، 3 ساعات خلال الاسبوع تلم المتراكم ده لو انت من الناس اللي بتصحى الصبح يعني. تمام، 5:30 ل8 او ل7 عندك 3 ساعات يكفوك تلم المتراكم. كل يوم خلال الاسبوع هتلاقي نفسك خلاص. وبأولوية المواد، يعني انت لو في درس مراكم مثلا في جيولوجيا او كيمياء، حسب انت ايه الحصة القريبة عندك او ايه الحصة او الامتحان اللي عندك قريب. تمام، من 5:30 ل8 او 5:30 ل7، لان في ناس عندها 8 الساعة 8 سنتر. تمام، طيب بالنسبة للناس اللي بتسهر بقى، الناس اللي بتسهر يعني انتوا بتسهروا في السهر ده بقى، بعد ما تخلصوا مذاكرة المواد بتاعت اللي انت اخدتها في اليوم ده، اضغط على نفسك معلش وذاكر الحاجات المتراكمة عليك 3 ساعات او ساعتين. 3 ساعات لو عملت كده 3 ساعات او ساعتين خلال الاسبوع صدقني هتخلص. انا على فكرة في نقطة، احنا دايما لما بنكون يعني في الحاجة نفسها وحاسين حاجات متراكمة علينا كتير كتير، بنحس ان حاجة الدنيا ضخمة علينا، بس ساعات بتبقى الدنيا اصغر من كده بكتير، بس احنا مش قادرين ننظم وقتنا. دي بس الفكرة. لكن بجد احنا يمكن باصين للحاجات المتراكمة، بنبقى باصين للحاجات المتراكمة بنظرة كبيرة جدا، بس ده مش صح. يعني احنا المفروض نقلل من النظرة الكبيرة دي ونصغرها، ونبتدي نقسم وقتنا كل يوم زي ما قلت لكم كده. خلال الاسبوع هتكونوا مخلصين. تمام، طيب خلاص كده. هقول لكم على حاجه كمان، بس لا دي خليها بعد ما انا اقول لكم قصتي. تمام، انا بقى كنت في حاجه اسمها برومودورو، انا عامله زي الطماطم اللي ليها توقيت دي. ايوه انا كنت بعمل حاجه زي كده زيها بالظبط، بس برومودورو ده بيعمل لي توقيت. فانا كنت احط الحاجات، مثلا انا كنت بسهر بصراحه، كنت من الناس اللي بتحب تسهر. فانا كنت طبعا ببقى عايزه اخلص الحاجات المتراكمه عليا، فبحط الحاجات اللي قدامي. يعني ايا كان درس بيبقى نص درس مثلا من ده مثلا، طب حاجات كده فبحطها قدامي وابتدي احط توقيت وازنق نفسي ان انا في التوقيت ده لازم اخلص. يعني ده بصوا الاسلوب ده كان بينفع معايا لان انا عامه ساعات كنت بسرح ساعات، فاهمين؟ فكنت احب اعمل لنفسي اتنشن كده ان انت عندك الوقت ده هتخلصيه، مش تعملي حاجه غيره، يعني مش هتذاكري تاني. تمام، فلازم تخلصي بقى في الوقت ده. انا كنت بعمل كده لنفسي بصراحه.
وبصراحة يعني في ناس ما بتنفعش معاهم الحركة دي، لان يعني بيحبوا ياخدوا ويدوا الوقت يدوا للمادة وقتها، وده عادي، ده كل الناس حسب هي عايزة ايه. بس انت هتدي الوقت من يعني وقتها بالظبط في خمسة، من 5:30 ل8، او اذا كان من 1 مثلا ل3. فانت او من 1 مثلا، او مثلا من 12 ل3، فانت اكيد هتديلها وقت يعني، فوقت كافي، فاهمين؟ فما تقلقوش يعني الموضوع ده تمام كده. اظن يعني مشكلة حل. في حل تاني، وهو ان في مدرسين عاملين حاليا زي ايه، زي معسكرات لم الفصل الاول. تمام، معسكرات لم الفصل الاول. تحبوا مثلا تاخدوا، حتى لو انتوا في سنتر، والمستر بتاعكم مش عامل حاجه زي دي، انتوا ممكن مثلا تشتركوا في الفتره القليله دي مع معسكر اونلاين، يبقى مثلا على زوم، او يبقى على حاجه زي كده، وتشوفوهم، واكيد هيساعدوكوا يعني ان انتوا تخلصوا البتاع ده. يعني انا بحس ان انت ممكن لو حابب حد يشجعك، او ناس تبقى متراكمه معاك وداخلين معسكر معاك، فتمام. بس انا في نقطه، يعني انا شايفه ان ملهوش لازمه ان المدرس يبقى بيبعت فيديوهات وانت معسكر وبيبعت لك فيديوهات كده، يعني انت اسمع، الا لو هيتابعك ماشي، لو مش هيتابعك يبقى ايه فايدتها؟ فاهمين؟ فانا ممكن لو لقيت مدرسين اقول لكم عليهم، بس حرفيا انا عارفه ان في مدرسين حاليا شفتهم بيبقى عاملين معسكرات في حق اونلاين. فحتى لو انت بتاخد سنتر ممكن تاخد معسكر اونلاين لو المدرس بيتابع معاك، لان لو مش بيتابع معاك ايه الفايده؟ تمام، بس كده. ولو حبيت الفيديو اعملوا لايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا بقيه الفيديوهات. واهم حاجه قولوا لي انتوا عايزين ايه في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو تاني.